إن رجلا يعتبر الذراع الإعلامي هو أقوى أذرعته يزعجه الصوت بشدة ويؤلمه ويؤرقه. إذن ها هي بدأت تظهر ملامح اتفاق الهدنة بين مصر وقطر برعاية خادم الحرمين الشريفين، وها هي الجزيرة مباشر مصر تغلق أبوابها لأجل غير مسمى. عادي جدا، وإيه الجديد؟ كما قلت لحضراتكم عشية قرار بإبعاد بعض الإخوان من قطر، أقول اليوم نشكرهم فيما قدموا ونعذرهم فيما قصروا، ولكنها تبقى رغم كل التقدير لما قدمت هي الجزيرة القطرية، ويظل ما يحدث تابعا من توابع السياسة وليست الثورة. والسياسة لن تغير بلدك، والثورة لن يقوم بها إلا المصريين. نعم، سيظل هناك من يتعاطف ومن يتأثر، من يدعو ولو بالدعاء أو بالحزن أو بالأسى، لكن الحقيقة أنه ما حك جلدك مثل ظفرك، وأن في النهاية أولاد البلد وبناتها هم من يدفعون وسيدفعون الثمن كاملا، إعلاميا واقتصاديا حياتيا ومستقبليا. هم من سيحررون بلادهم ويرسمون لها مستقبلها القادم بالاعتماد على ربهم ثم سواعدهم. إن وضعك حقيقة يدعو للشفقة. هل تغيير اسمك على شاشة الجزيرة من الانقلابي إلى أول رئيس منتخب بعد الانقلاب إلى الرئيس المصري يعني أنك قد ارتقيت، قد اكتسبت صك الشرعية، قد انتصرت؟ قلت من قبل وها أنا أؤكد لحضراتكم اليوم، حتى لو اعترفت بك قطر، حتى لو اعترفت بك تركيا، حتى لو اعترفت كل الدول، حتى لو أخرجت كل الأصوات وأغلقت كل الصحف والمجلات، حتى لو استلمت مفاتيح كل القنوات ووقفت على أطلالها تنادي أنا الرئيس الشرعي، أنا الرئيس المنتخب، من تبعني أمن من العثرات ومن عاداني فلن يسلم من الويلات، حتى لو فعلت كل هذا وأكثر، ها نحن نعاهد الله مجددا ونعاهدكم باسمي أنا الفقير إلى الله معتز مطر، وباسم كل إعلامي حر، وباسم قناة الشرق، باسم كل الأحرار القابضين على الجمر، أرسل هذه الرسالة إلى كل أم فقدت فلذة كبدها، إلى كل معتقل في سجون الانقلاب، إلى كل حر يواصل زحفه نحو الحرية، إلى كل حرة تعرضت للاعتداء، إلى كل مؤمن بثورة يناير الشعبية المجيدة المنتصرة بإذن الله، إلى كل روح ارتقت في سبيل الله على يد جبابرة وباطشي هذا الزمان. نقسم بأن لن تكونوا وحدكم، نقسم بأننا لن نركع أو نترككم تركعون، لن نسكت ولن نصمت، لن نتوقف عن إظهار الحق ونشر الحقائق وبث الأمل، لن نتوقف عن الصمود في وجه السلطان الجائر، سنواصل ونستمر معكم وبكم ولكم. ولكن في هذه الأثناء أرجوك إياك تضعف ولا تنخ، وإياك تخاف من قولة كخ، إياك تضعف ولا تنخ، واوعى تخاف من قولة كخ. ده الكلب اللي مطلع نابه ويجري بطوبة وكلمة بخ. الكلب يلهس، الكلب ينبح، الكلب يعوي، الكلب ينهش، الكلب ياكل مسلوق ومشوي، الكلب بوزه بارز، الكلب نابه غارز، الكلب ملهوف، الكلب عايز، الكلب مص دم يتعبى في ازايز، والكلب يسرق من الفقير ويحرس الحقير، الكلب لا يعرف ضمير، الكلب يعزم اصدقائه من الكلاب على دم اخوه يمصمصوه يقرقشوه ويسلخوه، بس اللي مصوا دم اخوه، بس اللي مصوا دم اخوه هم اللي مسرهم ينفخوه. الكلب فك السلسلة طاح في البلد، عرى البنات قتل الولد، عامل اسد، اعمل اسد، بس عايز انصحك، عوج في ديلك يفضحك، والنباح هيوضحك، والطوق مسيره يضيق عليك ويذبحك، الطوق مسيره يضيق عليك ويذبحك، الطوق مسيره يضيق عليك ويذبحك. الله غالب، واشوفكم بعد الفاصل.
ما تنساش تعمل سبسكرايب من هنا، ولو عايز فيديوهاتنا توصلك اول باول اعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك اللي موجوده تحت الفيديو.